اكررها تاني ان انا كنت اتمنى ان ابو تريكه يجيب فيها هدف عشان يتضاف في تاريخي ان ابو تريكه جاب هدف في عصام الحضري. ابو تريكه اسطوره في الكره المصريه والواجهه المشرقه بالنسبه للكره العربيه بوجهه نظري. انضف شخصيه ممكن تتعامل معاها في كل حاجه. انا كنت اتمنى للكابتن ابو تريكه يبقى موجود ويلعب معانا. كرة القدم في لاعيبة كتير بتعدي على الملاعب وبتتنسي مع الزمن، لكن في لاعيبة بيسيبوا بصمة جوه قلوب الجماهير للأبد. واحد من اللاعيبة دي هو الماجيكو الساحر محمد أبو تريكة. فمن غير كلام كتير، كوباية الشاي بتاعتك واخبط لللايك وتعالى احكي لك قصة أبو تريكة. سنة 1978 في محافظة الجيزة وتحديدا في قرية نهية بيتولد محمد أبو تريكة من أسرة بسيطة جدا، وأبوه كان عامل في مصنع الطوب وأمه كانت ربة منزل. لما كمل أبو تريكة 12 سنة قرر إنه يقدم في ناشئين نادي الترسانة. في الوقت ده كان كابتن عبود الحملاوي هو مدير قطاع الناشئين. طلب من أبو تريكة إنه ينطط 150 عدة. أبو تريكة بكل سهولة نطط فوق 150 عدة، فقبل في الاختبارات. وبعد شهرين من ذهاب أبو تريكة للتدريبات انقطع مرة واحدة. ولما كابتن عبود الحملاوي سأل رد عليه مجدي عابد، وده حارس المرمى صديق أبو تريكة المقرب في الفريق. قال له أبو تريكة مش بيجي علشان طلبوا منه إن يجيب ستارز، هو ما معهوش فلوس أصلا علشان كده مش بيجي التدريبات. كابتن عبود الحملاوي ساعد أبو تريكة وجاب له ستارز وكتب له كارنيه يحصل فيه على مبلغ. تريكة لما كان بيخلص السنة الدراسية بتاعته وتحديدا في الصيف كان بيروح يشتغل مع أبوه في مصنع الطوب علشان يساعد الحالة المادية لأبوه. انا اشتغلت في الطوب اشتغل في الطوب في فتره معينه، فتره الصيف، وانا كنت بكنس الارض. تريكة 18 سنة وخلص مرحلة الثانوية ودخل كلية علوم اسكندرية، ولكن حول منها لآداب تاريخ. وبكده أبو تريكة يبقى فضى نفسه 100% لكرة القدم. بداية موسم 96-97 بيتولى كابتن رأفت مكي تدريب الفريق الأول لنادي الترسانة، ومعاه صعد أبو تريكة. لعب أبو تريكة أول مباراة ليه ضد نادي الشرقية للدخان في الممتاز ب، وجاب جول ومعاه نهاية الموسم. مع بداية موسم 99-2000 بيتألق أبو تريكة بشكل كبير جدا واضح، ويقدر يقود الترسانة للعودة للدوري الممتاز. في الموسم ده أخد الهداف. علشان يبقى إجمالي 4 مواسم لعبهم محمد أبو تريكة مع الشواكيش سجل 27 هدف. في يناير 2004 بيتعاقد النادي الأهلي مع محمد أبو تريكة بصفقة بلغت قيمتها 450 ألف جنيه. مبلغ قليل، ولكن هي كانت رغبة اللاعب النادي الأهلي. عمرك سألت نفسك ايه السر الخطير ان محمد ابو تريكة لابس الرقم 22؟ محمد ابو تريكة من وقت ما تعاقد مع الاهلي اتوجه على طول لاداء مناسك العمرة، فهو خارج من الباب كان مكتوب على الباب رقم 22. فمحمد ابو تريكة اصر وابلغ ادارة النادي الاهلي انه عايز يلبس رقم 22. دي القصة. نرجع لقصتنا. محمد ابو تريكة بيلعب اول مباراة ليه مع الاهلي وما ياخدش وقت كتير ويسجل هدفين. وفي الجولة 22 بيلعب نادي الأهلي نادي الزمالك وبيخسر الأهلي المباراة، ولكن أبو تريكة قدم مباراة كويسة جدا علشان الأهلي الموسم ده يطلع من غير أي بطولات، يطلع بموسم صفري. مع بداية موسم 2004-2005 النادي الأهلي كان عامل تدعيمات جبارة زي محمد بركات وعماد النحاس واسلام الشاطر، علشان في الموسم ده الأهلي يقدر يفوز بالدوري وكاس مصر ويفوز بدوري أبطال أفريقيا على يد النجم الساحلي في المباراة المحفورة في الذاكرة اللي انتهت 3-0، وأبو تريكة كان جاب لنا جون الفوز في الدقيقة 94. في الموسم ده برضو الأهلي بيشارك في كأس العالم في اليابان، ولكن الأهلي طلع بمركز شرفي الرابع على العالم عشان الأهلي يراضي جمهوره بفوز بالسوبر الأفريقي بموسم تاريخي لتريكة. أبو تريكة يبقى لعب في الموسم ده 50 مباراة سجل 19 هدف، وبكده يبقى خلص الجزء الأول. لو لقيت تفاعل كبير هنا هنزلكوا الجزء التاني بقى بوقت. بس كده، سلام.